عارف ان موسم رمضان السنه اللي فاتت حجم الاعلانات فيه وصل لاكتر من مليار جنيه؟ من كل الاعلانات دي كلها كام اعلان علق معاك؟ انا عارف ان في اعلانات بتبقى عباره عن حشو، لكن في اعلانات بتعيش معانا سنين وسنين زي الاعلانات دي. اول اعلان هو اعلان موبينيل 2014، يعني بنتكلم في اكتر من 11 سنه. اسم الاعلان دايما مع بعض. الاعلان كان بيركز على فكره ان احنا كلنا بنحتاج لبعض. الشعار دايما اللي بيتقال في الاغنيه وبحتاج لك وتحتاج لي كان بيوطد فكره ان انا وانت بنحتاج لبعض. الاعلان كان جميل. قبل ما اسجل كنت حابب ان انا اسمع الاغنيه، سمعتها بتاع 3 او 4 او 5 او 10 مرات كمان. عدت احياء كده شاعر كانت حلوه جدا، غابت بقى لها 11 سنه. اتمنى عودتها مره تانية في اغاني جايه قدام. حتى لو بصيت في الكومنتات بتاعت الاغنيه نفسها على اليوتيوب هتلاقي في ناس فعلا بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. فين ايام الاغاني الجميله دي؟ فالاعلان كان جميل جدا وماسك معانا ومؤثر فينا لغايه دلوقتي بعد 11 سنه من نزوله. الاعلان الثاني هو اعلان بنك مصر انت تقدر، كان في 2018. ده كان برضو اعلان في رمضان. الاعلان كان والكلمات نفسها الاغنيه كانت بتقول لك فكره ان ناس هتحبطك، ناس هتكسر مجاديفك بالبلدي خالص، ولكن انت علشان جواك حلم، جواك بطل، جواك رغبه حقيقيه في انك توصل للي انت عايز توصل له ايا كان هو ايه، فانت بعد ما هتقع هتقوم تاني وتكمل قصتك. لو ركزت في كلماته مش هتلاقي كل الكلام ايجابي وخلاص، لا هو بيعترف اعتراف ضمني ان في ناس هتحبطك، بس انت علشان عايز تكمل هتقدر تكمل تاني. اتمنى انك تتفرج عليه مره تانيه برضه. هتبص هتلاقي في ناس لغايه دلوقتي في 2025 بتتفرج على الاعلان ده. الاعلان نزل في 2018، يعني بنتكلم عن 6 سنين ولسه الاعلان موجود معانا. وفي اعلانات تانية كتير جدا، يعني اعلانات ما كانتش موجوده في رمضان، زي مثلا في اعلان نزل اسمه اوبريت مصر قريبه، نزل في 2015. يعني بنتكلم في 10 سنين. كان نازل من وزاره السياحه بيهدف الى تشجيع السياحه، والاعلان كان مصور في اماكن متفرقه من القاهره. وفي دفى كده، يعني انا لما اتفرجت على الفيديو ده بتاع الاعلان اكتر من مره تانية قبل ما اصور الفيديو، حاسس ان انا مسافر بقالي مده مش موجود في مصر، على الرغم ان انا ما طلعتش بره مصر اصلا، بس حاسس ان انا غربه ونفسي ارجع تاني لمصر. فاهمني؟ انا اعتقد انك انت اتفرجت عليها هيوصلك نفس الشعور. لو هنطلع بره مصر شويه، في اعلانات برضو ملمسه من اواخر الثمانينات. مثلا اعلان نايكي جاست دو ات، ده سلوجان او شعار بدات نايكي في اواخر الثمانينات في اعلان اسمه جاست دو ات. سلوجان او الشعار ده ما كانش جمله كده وخلاص، لا، نايكي كانت بتوصل رساله لكل رياضي، بحكم ان نايكي كبراند رياضي بالمقام الاول. في نفس الوقت بيوصل رساله لكل شخص عموما عنده هدف في حياته او عنده حاجه عايز يعملها وما عملهاش، بيقول له بكل هذه البساطه جاست دو ات او ابدا واعملها. الاعلان كان جماله ان كل الناس اللي بتتفرج على الاعلان وقتها ولغايه وقتنا هذا وقت تصوير الفيديو ده معاكم بتبدا تشارك تحت نفس السلوجان وتحت نفس الشعار نايكي جاست دو ات قصص نجاح ليها، علشان هدف الاعلان اصلا او هدف الكامبين من نايكي ان الناس تشارك قصصها. الاعلان كان ناجح جدا، ونايكي ومن وقتها لغايه دلوقتي كبراند اتغير 180 درجه. والسلوجان بتاع جاست دو ات دي هو السلوجان بتاع نايكي نفسه. يعني انت نفسك لو بتشوف اي اعلان لنايكي بنسبه كبيره هتيجي في دماغ السلوجان بتاع جاست دو ات. فهو موجود ومحفور لغايه دلوقتي من اواخر الثمانينات لغايه 2025، فده عمر حرفيا. لو عندك اي اعلانات تانية معلقه معاك يا ريت تقول لنا تحت في الكومنتات، علشان انا حابب اعرف ايه الاعلانات اللي معلقه معاك واتفرج عليها برضه. انا عارف ان رمضان ساحه رمضانيه كده، مسلسلات نسب مشاهده مرتفعه في مسلسلات بعينها، على فيها ممثلين بعينها، على قنوات بعينها. وجود عدد كبير من الاعلانات في المسلسلات دي بيخليني انا وانت واي حد بيتفرج على التلفزيون مسلسلات رمضان في الشهر ده بيحس ان اصلا المسلسلات هي عباره عن فواصل وسط الاعلانات. من كتر ما انت بتدوخ في وسط الاعلانات وتنسى الحلقه بتاعت المسلسل كانت إيه. ده مش جاي من فراغ. الموسم ده او الشهر ده هو الفرصه تقريبا الوحيده لكل الشركات عشان تثبت وجودها ببرودكت جديد، براند اويرنس زياده، او انك تزيد من وعيك للبراند بتاعها، يفضل البراند بتاعها مكمل معاك لغايه نهايه العالم تقريبا كده. في الموسم ده سين من المسلسلات او عدد معين من المسلسلات في ممثلين معينين، كل ما كانت نسب المشاهده المتوقعه على المسلسل ده بتزيد، كل ما قنوات عموما بتتخانق عشان تاخد المسلسل ده اكسكلوسيفلي عندها هي بس، وبالتالي الاعلانات اللي هتنزل على المسلسل ده هتزيد. ده هيسبب دخل للقناه نفسها، لان القناه عايزه فلوس عشان تفضل مستمره وتفضل مكمله. وفي نفس الوقت اعتقد انه بيدور دخل برضه على الناس اللي مثلت في المسلسل اصلا. يعني مش عايزك ما تنزعجش، لا انا جايب لك حل للموضوع ده، لكن انا عايزك تعرف الفكر وراء الموضوع ده ايه. يعني هو مش بيحط لك اعلانات كده وخلاص بيغلس عليك، لا، هو دي فرصه بالنسبه له. انت كده كده قاعد قدامه تتفرج على المسلسل، فهو عايز يعلن لك عن المنتج بتاعه كشركه، فبالتالي بيدفع للقناه عشان تحط الاعلان بتاع الشركه دي 6 أو 7 مرات طول المسلسل، اللي هو اصلا حلقه المسلسل بتبقى 20 دقيقه. يعني تقريبا لو انت بتتفرج على مسلسل رمضان بدون اعلانات او صفيت كل الدقايق، صدقني تاني ما هيكمل نص ساعه كحلقه. شوف انت بتضيع تقريبا ساعه ونص عشان تتفرج على حلقه واحده في المسلسل، علشان كده انت بتلاقي نفسك بعد ما المسلسلات تبدا اليوم خلص وما لحقتش تخلص كل المسلسلات بتاعتك، فبتحس انك انت بتلهث وبتجري ورا انك تخلص الحلقات اللي انت هتتفرج عليها. عشان كده انا عايزك تبقى فاهم الفكره دي.
طب ايه الحل عشان تتفرج على مسلسلات في رمضان بدون اعلانات؟ عندك حلول كتير، منها اللي انا حابب اقول لك عليه او اللي انا اشجعك تعمله واللي ما اشجعكش تعمله. يعني مثلا ما اشجعكش تعمله، في ناس بتتفرج على الحلقات نفسها مسروقه، ايا كانت الطريقه ايه، انا مش هشجعك تعمل كده، مش حابب كده اصلا. لكن في وسيله تانية مدفوعه والكوست بتاعتها قليله جدا، انك تشترك في اي منصه من المنصات بتنزل مسلسلات عليها بتاعت رمضان بشكل حصري. ممكن فيها عيب انك انت ممكن تكون بتتفرج على حلقه المسلسل بعد نزولها بنص ساعه او ساعه مثلا، بس ده مش هيفرق معاك لانك انت ايفينشولي هتلاقي نفسك بتتفرج على مسلسلات بدون اعلانات، فبالتالي تقدر تلم كل المسلسلات اللي عايز تتفرج عليها بدون ما تضيع وقت. عندك واتشيت وعندك شاهد، اشتراكهم تقريبا 50 جنيه في الشهر لغايه ما يوصل 150 جنيه في الشهر في بعض المنصات وبعض الاشتراكات، وفي السنه من 150 جنيه لغايه 1200 جنيه. الفاريشن او الاختلاف بتاع الاسعار ده بيقع لان في منصات بتقول لك تشغل الاشتراك ده على كام شاشه في نفس الوقت، تقدر تشغل الاشتراك ده على جوده معينه 4K ولا 1080 والكلام ده، تقدر تشغل على الموبايل بس ولا على الموبايل وشاشه التلفزيون والكمبيوتر. واتشت مثلا موفره باقه عندك تتفرج على المسلسل باعلانات برضه سبحان الله. بس خليني اقول لك، ما اعتقدش ان الاعلانات اللي هتنزل لك في الحلقه بتاعت المسلسل لو انت اشتركت في الباقه دي هتكون مزعجه بنفس القدر اللي انت هتلاقيه في التلفزيون. انا مقاطع التلفزيون كفرجه اللي هو الريسيفر والكلام ده من مده انا مش فاكرها امتى. انا بشترك في ايا كانت الستريمنج سيرفيس على قد ما انا عايز اتفرج على حاجه معينه بخش اتفرج واطلع، لو انا مش عايز اتفرج على حاجه ثانيه كفايه كده مش هكمل ما بكملش. فانا شايف ان دول حلين مناسبين ليك، واسعارهم وفلوس هتدفعها حرفيا ممكن تكون اقل من تكلفه سندوتش شاورما ولا بيتزا هتشتريها تاكلها وانت بتتفرج على مسلسل. لو انت بتتفرج على مسلسل وانت بتاكل البيتزا دي، فالبيتزا هتتجمد حرفيا وانت لسه بتتفرج على اول 5 دقايق في المسلسل لانها هتنهري اعلانات اصلا. في النهاية حابب أذكرك وأذكر نفسي، الشهر بتاع رمضان هو شهر شئنا ما بين الشغل فيه بيكون أقل أيا كان شغلك إيه، بالتالي حاول تستغل الوقت ده، وقت الفراغ اللي هتقدر توفره في خلال شهر رمضان، انك تدخر في نفسك اكتر من كده وتستثمر في وقتك اكتر من كده بشكل اذكى من كده. بدل ما انت بتضيع كل وقتك في مسلسلات رمضان، انت ممكن تشوف الكتاب اللي عايز تقراه بقالك مده، تشوف الكورس اللي عايز تخلصه بقالك مده وتخلصه في وقت او في شهر رمضان. الوقت فيه بيكون في وقت وفي براح بالنسبه لك شويه، فممكن تستغل في حاجه زي كده. مش بقول لك ما تتفرجش على مسلسلات، لا اتفرج، بس حاول تكنترول يور تايم شويه لان هو شهر واحد وبعد كده بترجع في سحله الشغل، في سحله الحياه والدوامه بتاعت الدنيا، وسرعان ما بتلاقي السنه خلصت بتلاقي نفسك ما بتعملش جديد. عشان كده انا قررت الشهر ده او قررت السنه دي استغل الوقت الفراغ اللي بحاول اخلقه في شهر رمضان ان انا اصنع محتوى تاني ليكم اكتر وبجوده اعلى. يعني انا حرفيا النهارده تقريبا 9 رمضان بصور الفيديو ده وانا بحضر للفيديو من قبل رمضان، نفسي اصور الفيديو فمش عارف اظبط الوقت بتاعي ومش عارف اظبط السكريبت، والحمد لله اديني نجحت وصورت الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبك، رايك تحت في الكومنتات لو انت عندك اي اراء بخصوص الموضوع ده. ايه رايك اصلا بفكره انك تشترك في واتشت او شاهد؟ هل انت اصلا من انصار الفكره دي ولا لا؟ و thank you for watching and see you next video.